السلام عليكم. طيب انا بعمل فيديوهات على اليوتيوب بشكل عشوائي. يعني ايه بشكل عشوائي؟ يعني انا لو رحت على اليوتيوب شانل هنا بتاعتي خلينا نقفل كل حاجه ورحت على اليوتيوب، هلاقي ايه؟ هلاقي اللي فيه حاجه لطيفه قوي، الا وهي ايه؟ الا وهي اللي انا بعمل فيديوهات. لو جيت هنا عمرو رياكتس، بعمل الابلكيشن بتاع اقرا لي مش عارفه ايه. كتير من الفيديوهات ببقى مش محتاج ان انا اكتب سكريبت، ففي الحاله دي مش بكتب سكريبت. انا اصلا ما بكتبش سكريبتس، انا يا دوبك بفتح الكاميرا وبقول انا هتكلم عن 1 2 النهارده، هتكلم عنه ازاي، ما عنديش فكره، هقول اي حاجه وخلاص وبسجل ومره واحده بنزل. طيب فانا مؤخرا بدات اقتنع نوعا ما ان انا المفروض اكتب سكريبتس بسيطه، على الاقل حاجه تعمل لي جايدنس يعني نوعا ما. عشان انا مش عشان انا سيء في موضوع كتابه السكريبتس ده. فقررت اعمل ايه؟ قررت اللي انا عملته اوريدي، بس ناقص له شويه حاجات بسيطه، بس عايز اشيره مع الناس وعايز الناس برضه تتعلم. اللي انا اعمل building YouTube AI generated video scripts. اسم كبير قوي. طيب ازاي الكلام ده كله؟ اللي انا عايز استعمل الطريقه دي بشكل دوري تعمل لي يوتيوب سكريبت بكريتيرياز معينه، انا ممكن اعدلها زي ازودها اقللها اكبرها وما الى ذلك. حلو. والكريتيريز المعينه دي جنريتها بشكل معين، وبعد كده اللي انا احطها في مكان ما، الا وهو في الحاله دي خلينا نستعمل التول الجديده بتاعتهم. في الحاله دي هو نوشن، زي بيعمل ليزر كده ايا كان. في الحاله دي احطها في نوشن، وكل شويه اروح داخل على نوشن اشوف ايه، اشوف السكريبت اللي انا المفروض ايه اقراه، وبعد كده اعمل الفيديو. يعني ممكن احاول اعمل لها تايمر ما الى ذلك، ممكن بقى اكستند الابلكيشن ده، او ممكن اخليه اوبن سورس، الله اعلم. المهم طيب الابلكيشن ده هيشتغل ازاي؟ قبل ما اوريكم كود، قبل ما اوريكم الاوتبوت، تعال نبص الاول على الاركتكتشر عامل ازاي. الاركتكتشر مش كبيره ومش صعبه، ولكن الناس ممكن تستفيد منها. المفروض لو انا نزلت حبه تحت، ايوه، تعال نجيب كل هذا، نطلع فوق نطلع فوق نطلع فوق، نحطها هنا. جميل قوي. مش مشكله. طيب الاركتكتشر دي عباره عن ايه؟ لو انت بصيت هنا، اول حاجه بنبدا بحاجه اسمها كرون جوب. الكرون جوب ده عباره عن ايه؟ الكرون جوب ده عباره عن اللي انا بقول كل وقت معين اعمل لي اكسكيوت لللامدا فانكشن دي. انا هعمل لامدا فانكشن، اللامدا فانكشن هيبقى فيها اللوجيك بتاعي، واللوجيك بتاعي هو اللي هيعمل جنريت الكونتنت، او هيعمل جنريت لليوتيوب سكريبت بتاعي اللي انا عايز ايه، اللي انا عايز احطه في نوشن. طيب الكلام ده هيحصل ازاي؟ الكلام ده اول حاجه اللي هو هيروح رايح مكلم لامدا فانكشن، واللامدا فانكشن دي هتكلم نوشن اي بي اي، والنوشن اي بي اي دي هتكلم بيج معينه. انا هفترض ان انا عندي بيج او صفحه، والصفحه دي هتحتوي على كل الايه اليوتيوب سكريبتس، يعني هتحتوي على سب بيجز. تمام. وهتعمل لي ليست لكل السب بيجز، عايز ارجع لي كل الليست بتاعت السب بيجز اللي انا عملت لها جنريت قبل كده، وهقول لكم ليه، دي نقطه مهمه جدا هتعرفوها. طيب وبعد كده بعد ما يقرا التايتلز بتاعت السب بيجز هيرجعها لي، وبعد الكلام ده ما يخلص اروح رايح متكلم مين؟ رايح متكلم الوحش بتاعنا الا وهو اوبن اي اي والاي بي اي بتاعته، واقول له جنريت لي نيو كونتنت بناء على التايتلز اللي عندي دي. ما تعمليش جنريت لكونتنت انا اوريدي عملت له جنريت قبل كده. يعني خد بالك يا باشمهندس، انا عملت جنريت للكونتنت ده قبل كده، مش عايزك تعمل لي نفس الهري تاني، اعمل لي حاجات جديده، اخترع لي اساليب جديده. طيب وبعد الكلام ده لما بيحصل كله بيروح رايح مكلم نوشن اي بي اي تاني، وبعد كده بيقول له سبميت ا نيو بيج، ويسبميت البيج ده جوه البيج بتاعتي. طيب لو انا رحت هنا النوشن هتلاقي اللي انا عندي حاجه اسمها يوتيوب كونتنت بروجكت. ده البروجكت، ده البيج الام، البيرنت بيج بتاعتي. هتلاقي في حاجه اسمها the dark side of JavaScript frameworks are they hindering innovation. ولو دخلت هنا طبعا هو بالانجلش دلوقتي، وفي الفيديو ده انا هخليه بالعربي وبالعربي المصري عشان اعرف اقرا الكونتنت، عشان انا بتكلم بالعربي وخصيصا بالعربي المصري، يعني باللهجه المصريه. هو هنعمل كده ان شاء الله. بس المهم هتلاقي اللي هو عمل ايه، عمل السكريبت دارك سايد جافا سكريبت فريم وركس ار ذير هيندرنج انوفيشن. انا ما عملتش اي حاجه من الهري ده خالص، ده دارك سايد جافا سكريبت فريم وركس ار ذير هيندرنج انوفيشن، مش عارف ايه الكلام ده كله. واضح اللي هي واضح ولا يوتيوب سكريبت كونتروفيرشال، يعني ممكن يكون في ناس مع وضد، فلطيف. انا عجبني الكلام ده كله، وبيقسموا لك ارتكلز وما الى ذلك. طيب انا عملت الكلام ده كله ازاي؟ تعالوا نبص على الكود وتعالوا نوريكم بروتوتايب حقيقيه. لو رحت على الكود هنا، اتمنى اكون فاتح الكود المظبوط، عظيم قوي، وعملت كلير، هلاقي الكود بتاعي متقسم لتو فايلز. الاندكس اللي هو اللي بيكون كل حاجه، والجنريت كونتنت، تمام، اللي هي بتكلم اوبن اي اي. الاندكس لو جيت هنا، انا في الاخر يا جماعه اللي هيحصل ايه؟
اللي هيحصل انا هاكسبوز فانكشن، يعني الفانكشن اسمها مين دي، ده لسه ما اتعملش، اللي هو اللامدا اللي بتعمل لها اكسكيوت كل فتره معينه. تمام. this will be exported in ماشي in the future and will be called every week once using lambda. and مثلا ممكن في الحاله دي ممكن استعمل عندي دي بس سكيدجولر مثلا، في زي سكيدجولر سيرفيسز في دي ممكن تخليك تعمل الكلام ده كله. طيب تعال نبص على الكلام ده كله بيعمل ايه. اول حاجه انا بجيب السب بيج تايتلز وبدي له حاجه اسمها البيج اي دي. البيج اي دي بالمناسبه طلعت هتلاقي هي الاي دي اللي انا بديها لنوشن، وانا بتعامل مع كذا لايبراري في نوشن. حاجه اسمها نوشن كلاينت، ده اللي بيخليك تتعامل مع الاي بي اي بتاعت نوشن، وحاجه تانية اسمها مارك داون تو بلوكس. انا باخد تكست مارك داون بحوله للبلوكس اللي نوشن بيعمل لها بروسيسنج بيفهمها، وعلى اساسها بيكتب الايه، بيكتب الكونتنت بتاعت البيج. طيب فانا اول حاجه بجنريت السبتايتلز. السبتايتلز بكل بساطه بتاخد زي الكلام ده كله، انا قريته من الدوكيومنتيشن، مش سحر يعني، بس ببساطه شديده بتاخد بيج اي دي وبتعمل حاجه اسمها كيرسر، وبتقعد تقف على الكونتنت بتاعه البيج نفسها وتقرا كل الكونتنت الموجوده. لو الكونتنت دي، لو انت بصيت هنا في الحته دي هنزوم، لو الكونتنت دي التايب بتاعها تشايلد بيج، في الحاله دي هي دي تشايلد بيج بتاعها، فانا بحاول ان انا اجيب ايه، بحاول ان انا اقول بيج دوت تشايلد بيج دوت تايتل. في الحاله دي انا بابند التايتل ده جوه السب تايتل، جوه السب بيج تايتلز بس. ذاتس ات. ده باختصار شديد اللي بيحصل في الفانكشن دي. لو انا نزلت بعديها هلاقي ان انا عندي كل السب تايتلز. حتى مثلا تعالى نعمل لها كونسول عشان نوري الناس. تطلق هنا سب بيج تايتلز، وبعد كده بقول هنا حاجه اسمها number of pages. number بعمل حاجه اسمها هنا number of pages to generate، وبعمل زي promise array عادي خالص. البروميس ده عشان انا عايز اجنريت 10 pages في نفس الثانيه، 2 pages في نفس الثانيه، في الحاله دي عايز اجنريت 2 pages بس. وبعمل فور لوب بسيطه جدا، وبقول فانكشن اسمها generate script، ودي الفانكشن اللي موجوده جوه هي لسه مش لسه مش هنا، دي فانكشن موجوده اكشلي هنا. طب تعال نشوف دي بتعمل ايه. دي بتعمل ايه باختصار شديد؟ دي بتكول فانكشن اسمها generate content، وجنريت كونتنت دي هي دي اللي موجوده هنا. الجنريت كونتنت دي بتعمل ايه؟ بتكول اوبن اي اي ببساطه شديده. هتلاقي اللي هي بتكون حاجه اسمها شات اوبن اي اي باستعمال حاجه اسمها لانج تشين. اعتقد انا اتكلمت عليها في فيديوهات سابقه، اللي هي كانها رابر حوالين اوبن اي بي اي، بتديك زي ابستراكشن. الابستراكشن ده يعني هي كانها بتشيل الامبلمنتيشن بتاعت اوبن اي اي، وانت بنفسك بتتعامل معاها، وهي نفسها بتتعامل مع اوبن اي بشكل سهل، بتديك زي بارامترز سهله وبترجع لك الداتا بشكل سهل وما الى ذلك. بستعمل حاجه اسمها زود دي سكيما لايبراري، بتديفاين سكيما، بتقول لها انا عايز الداتا ترجع بالشكل الفلاني بالشكل العلاني، وهي بتعمل لها نوع من انواع الفاليديشن. طيب تعال نشوف الكلام ده كله بيحصل ازاي. سيبك من ده وسيبك من ده وسيبك من ده، وتعالى نبص على طول على الفانكشن. الفانكشن هنا بتقول ايه؟ اول حاجه بكريت موديل وذ تولز. التول بتاعتي هي النوشن سكيما. لو طلعت هنا فوق هلاقي النوشن سكيما بتاعتي اللي راجعه، انا كاني بقول له ايه، كاني بقول له السكيما اللي راجعه من اوبن اي اي هترجع بالشكل ده، هترجع بتايتل وكونتنت، والتايتل هي سترينج واليوتيوب فيديو، والكونتنت هو الكونتنت بتاع الفيديو. انا حتى بديسكرايب بقول له الكلام ده كله عشان اوبن اي يفهمه. وبعد كده باختصار شديد بروح قايل له ايه، بروح قايل له ماشي مش مشكله الموبايل بتاعي اتهز. المهم بروح قايل له ايه اي مسج، بقول له ايه انفوك الكلام ده كله. انفوك الكلام ده كله بقول له ايه، بقول له ام كرييتنج يوتيوب فيديوز about advanced مش عارفه ايه فرونت اند اند فول ستاك ديفلوبمنت، generate a new and engaging content مش عارف ايه يعني انا بقعد اديسكرايب اللي انا عايز اعمله جنريشن. وفي الاخر خالص بقول له ايه، بقول له دونت، خلينا نعملها صح، don't generate any script similar to this originated once separated by comma، وبديله التايتلز اللي انا جبتها منين. لو انا رجعت هنا لل هذا الشيء اللي انا جبتها من هنا، التايتلز اللي جايه من الحته دي. طيب وبس برجع الداتا وبرجع الارجيومنتس، والارجيومنتس هتبقى اوف تايب كونتنت شيب، وذاتس ات، ومفيش اي سحر تاني بيحصل. وفي الاخر خالص هاخد الكلام ده كله احطه في اي دبليو اس. تعالى بقى ايه، تعالى نشوف الكلام ده شغال ولا لا، عشان انا عمال اتكلم كتير. انا بستعمل هنا بون بدل ام بي ام، او بدل سوري نود. بون دي زي جافا سكريبت ران تايم بس جديده وروشه، وبتخليني اكتب تايب سكريبت من غير ما استعمل اي باندلرز ولا اي حاجه. ممكن اتكلم على فيديوهات تانية، او ممكن نخلي الاي اي جنريت لي حاجه بتتكلم عن كده. طيب تعال نجرب هذا الشيء. هنا طبعا انا بدي مثلا الكلاينت حاجه اسمها اوث، ودي كلها متخزنه جوه الانفايرمنت بتاعتي، فمش لازم اوريها لكم يعني. تعال نشوف هيعمل ايه.
ماشي. دي اللي هو كلم نوشن اي بي اي، وجاب ايه، جاب السب بيجز. انا ما كانش عندي غير سب بيج واحده بس اللي هي اسمها دارك سايد في جافا سكريبت فريم وركس، فهو دلوقتي جابها، هو دي اللي هيبعتها لاوبن اي اي قبل ما يعمل جنريت الكونتنت. فانا مستني بقى كومبليتد تن 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 ان شاء الله يبقى كومبليتد من غير اي ايه، من غير اي مشاكل. طيب هو بياخد وقته، هو بياخد وقت كتير. تعال نشوف هنا اللي بيحصل. هو دلوقتي ما عملش جنريت لاي حاجه لسبب اوكي بدأ عمل واحده، هنبص عليها بعد لما التانية تخلص. او خلينا نبص عليها بسرعه. نايس، عمل واحده optimizing performance in modern web applications. عظيم جدا. التانية لسه بياخد فيها وقت طويل لسبب ما، وحتى هنا هتلاقيها دلوقتي عملها ايه، optimizing performance in modern web applications. عشان انا هنا عملت 2 يعني 0 وعمل التانية. حلو جدا. التانية فين بقى؟ اهو اوكي advanced disease management in front end application. عظيم جدا، عمل 2. طيب تعالوا نجرب نعمل جنريت تاني وهسكت بقى وايه اكمل الفيديو عشان الناس ما تستناش معايا. تعالوا نجرب. طيب رجعنا تاني وواضح اللي هو خلص بعد حبه، يعني قعد دقيقه دقيقتين. فتعالى نرجع نشوف ايه اللي حصل. هتلاقي اللي هو عمل ايه، عمل جنريت 2 نيو ارتكلز او 2 نيو سكريبتس، ويقول لك building scalable micro front ends and an in-depth guide. عظيم جدا. انا اللي انا عايز اعمله هنا ايه، اللي انا عايز اقول ان الحاجات دي مش شبه الحاجات القديمه الا في بعض الاحيان. يعني مثلا الاثنين دول شبه بعض عشان هو اوريدي عمل الاثنين في نفس الوقت، يعني هو ما كانش عنده ريفرنس اللي هو بيعمله جنريت. يعني انا لو بعمل واحده فقط في الكول، فهو هيبص على كل القديم مش هعمل جنريت لاي حاجه شبه القديم خالص. ولكن لما لو عمل مثلا 5 في نفس الوقت، فهو ممكن يعمل حاجات متشابهه، يعني حاجه زي كده. طيب اخر حاجه بقى انا كنت عايز اعملها، يعني الموضوع سو فار لطيف. انا حتى دي السكريبت اكشلي، انا ممكن حتى ابص على الكلام ده واقراه، اقول له مثلا، وانا طبعا انا ولا انجليزي ولا اي حاجه، انا عربي يعني. اهلا بيك في يا تك انتويستز ولا مش عارف ايه. today's video we are driving deep into the world of micro front ends. كلام جميل، ولكن انا مش عايز اقرا الكلام بالشكل ده، انا عايز اترجمه لعربي. طيب اللي انا عملته مسبقا ايه، اللي انا خدت، لو انا جيت هنا لو انا جيت انا في يعني قبل كده حاولت ان انا اقول له اي كونتنت تعمله جنريت بالعربي بالمصري. حلو، ولكن الكونتنت دايما بيبقى قصير، مش بيعرف يجنريت كونتنت كبيره. فانا فكرت في حل تاني، الا هو ايه، ليه انا ما عملتش جنريت الكونتنت بالانجلش وبعدين اترجمه بالاي اي للعربي المصري، بحيث ان الكواليتي بتاعت الانجليش تبقى عاليه، ولكن الترجمه نفسها تبقى برضه عاليه، عشان هو بيترجم مجرد مابنج، مجرد بيماب الكلمه للمصري وما الى ذلك. فهنعمل كده ازاي؟ انا كنت كاتب شويه كود، تعال نبص عليه سريعا. ممكن اعمل كده، اخد كل هذا كوبي واعمل كده بيست. حلو، وبدل دي اعمل هنا حاجه اسمها كونستانت داتا ايكوال الكلام ده كله. طيب دي اول داتا رجعت لي اللي هي انجلش، التايتل بالانجلش والعربي بالانجلش وما الى ذلك. اللي بعد كده بقول له ايه، بعد كده بقول له ترانسليت الداتا، بانفوك نفس الموديل تاني ولكن بديله انبوت مختلفه، والانبوت المختلفه ده اهي زي ما انتم شايفين اهي، بديله داتا تايتل من الاوتبوت اللي فات وداتا كونتنت. بقول له ايه، take the following title content and set it into Egyptian Arabic. These are for YouTube scripts for technical videos مش عارفه ايه. خلينا نشيل these are for كذا، خليها بس كده. leave the English names of English words. تعالى نحاول نخلي ده احسن شويه، نعمل كده مثلا but translate the rest. جميل قوي. طيب اخر حاجه ولا return the same shape JSON make sure it's Egyptian Arabic. جميل قوي. تعال بقى نشوف الكلام ده كله. انا عايز دلوقتي اجنريت 2 ارتكلز جداد، او خلينا بقى نجنريت 1 ارتكل بس عشان انا مش عايز الاثنين يبقوا شبه بعض. ونشوف ده هيطلع ايه. يعني هو المفروض كده يطلع الارتكل وبعد كده يترانسليت الارتكل وبعد كده يحطها في نوشن. فتعالوا نشوف السحر اللي هيحصل. بون اندكس، وهرجع لكم بعد ايه لما يخلص. تمام هو خلص وانا ما بصيتش على الكونتنت، فتعالوا نبص عليها سريعا. تعالوا نروح رايحين هنا ونبص على ماسترنج سيرفر سايد ريندرنج في تطبيقات الويب الحديثه. اوكي انترستنج. المقدمه في تطبيقات الويب الحديثه الاس اس ار اهلا اوكي، عشان العربي نوشن مش بيعرف يعني مش بيعرف يقرا عربي وانجلش في نفس اللاين، فايا كان يعني انا خدت الكلام ده كله حطيته في مثلا في مكان اخر
يعني مثلا خدت الكلام ده كله اعتقد لو حطيته في نوتس هنا وعملت زي مثلا نيو نوت هنا، هل هيقرا صح؟ اهلا بيكم تاني في قناه. بصوا شايفين هو عمل ايه؟ يعني حطها بشكل مظبوط شويه. يعني مثلا عملت هو مش انا عايز اعمل زوم لكل شيء. اوكي، اهلا بيكم في قناتنا. في فيديو النهارده هنغوص في عالم السيرفر سايد ريندرنج في التطبيقات الحديثه. ماشي، ممكن يحسن بشكل كبير من الاداء. جميل جدا، كونتنت سو فار كويس. ممكن اقول ايه؟ صفحات تطبيق السيرفر بدل ما تكون على الكمبيوتر العميل. يعني انا لو خدت الكونتنت ده حرفيا كله وحطيته هنا كله، حلو. طبعا هو نوشن بيرجع لي HTML، بس ايا كان هلاقي اللي فعلا لا هو ما رجعليش HTML، هو في اكشلي اصلا ده كمان بيديني كود اكزامبلز. واو، ده سحر، ده جامد جدا. تمام، عظيم جدا. فهلاقي اللي هو اكشلي بيرجع لي التكست بشكل مظبوط. اقول له المقدمه SSR تقنيات متقدمه، مش عارف ايه المتقدم، ماشي، استراتيجيه تخزين المؤقت. يعني من الاخر انا ممكن اخد الكونتنت اللي اتعمله جنريت ده اقراه، وفي نفس الوقت ما اقراه لو في كلام معجل شويه او في عربي صريح وانا مش عايز انطق عربي صريح، عايز انطق مثلا باللهجه المصريه، او عايز انطق عربي صريح عايز اقرا باللغه العربيه، ممكن اعمل كده. فالموضوع هيبقى اسهل بالنسبه لي. بس كده. فانا دلوقتي عملت جنريت لي 1 2 3 4 5 يوتيوب سكريبتس. فتوقع لي فيه هيبقى 5 فيديوهات بتتعمل في الثانيه. ده سكريبت بس. انا متوقع في ابلكيشنز تعمل كده، بس انا بحاول اعمله على مزاجي بالسكريبتس اللي انا عايزها بالشكل اللي انا عايزه. ممكن في المستقبل يبقى في افكار زي مثلا اعمل ريمايندر اللي هو بقول لك ايه، انا عملت لك سكريبت المفروض تعمله النهارده، المفروض تعمله بكره وما الى ذلك. لو حد عايز الكود ده والاركتكتشر دي يقول لي. ممكن ابقى اعمله امبوردنج عليها وبس، وابيعها بقى واعمل بقى اساس برودكت وابيعها بمليون دولار. انا يعني اكيد في حاجات بتعمل كده. المهم فيديو مسلي، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.